معانا نص كيلو صدور بانيه هنتبلها مع بعض، مغسولة ومتصفية. هنجيب بولة هنحط فيها معلقة بصل بودر ومعلقة توم بودر ومعلقة صغيرة جنزبيل ومعلقة فلفل اسود وملح وليمونتين معصورين ومية بصل. مية بصل انا اخده مية البصل بس، وليمونتين معصورين ومعلقتين خل وربع كوباية لبن. ممكن تحط علبة زبادي بس انا ما كانش متاح عندي زبادي، حطيت ربع كوباية لبن. وهنقلبهم وهنحط فيه البانيه. تمام. هنزل بشوية تتبيلة وبعدين ارص البانيه واحدة واحدة وانزل بالتتبيلة وارصه زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. هنسيبها اقل حاجة ساعتين، بس انا متبلها من بالليل، بس اقل حاجة ساعتين. تمام كده دخلها التلاجة. وهنا بقى هنجيب بقى السميط، وهنجيب كوباية دقيق وكوباية سميط. الدقيق هحط عليه معلقة نشا كبيرة. تمام. واقلبها فيه وهجيب كوباية سميط وهجيب كوباية لبن. انا ما بعملش البانيه ببيض يا جماعة، على فكرة انا ما بعملوش ببيض نهائي، ما بحبوش ببيض. هجيب كوباية لبن واحط فيها معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح صغيرة، وهحط هغلف البانيه بالدقيق، وبعد كده هنزل في اللبن، وبعد كده هنزل في السمين. تمام زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. الدقيق الاول اللي بالنشا، وبعد كده في اللبن، وبعد كده في البقسماط. واحاول اضغط عليه بقى بايدي كده علشان يتجلفن حلو، عشان يتغلف حلو. سوري. تمام هضغط عليه بقى بايدي. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وهدخله بقى اخلص كل الكمية وهدخله في الفريزر. انا دخلته في الفريزر ساعة. تمام كده زي ما انتوا شايفين اهو. كده بقى انا هدخله الفريزر. كده انا طلعته من الفريزر اهوتي. هجيب بقى طاسة على النار وفيها زيت، كمية زيت. تمام. وهنزل بالبانيه اهو زي ما انتوا شايفين، زيت سخن. وبعد كده ههدي عليه زي ما انتوا شايفين كده. وهفضل اقلب بقى، هتابعه وافضل اقلب، لان البانيه من النوع اللي بيتلهف بسرعة. قلبوه على طول علشان ما يتعملش، لان هو بيتلهف بسرعة. كده ما شاء الله جاهز معاكم اهوتي. وبألف هنا جربوها يعجبكم. ويا ريت يا جماعة تشتركوا في قناتي على اليوتيوب يوميات نسرين يوسف. وشكرا لكم، وحطوا اللايك الجميل. جربوها يعجبكم بالطريقة دي.